المغرب خارطة طريق جديدة لقطاع السياحة للفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026 بميزانية تقدر ب 580 مليون دولار. الهدف من هذا المخطط استقطاب ما يزيد على 17 مليون سائح خلال السنوات الأربع المقبلة. جذب 17 مليون ونصف المليون من السياح هدف طموح تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيقه بحلول سنة 2026، وسيبدأ العمل من أجل بلوغه ابتداء من هذه السنة بالاعتماد على خريطة طريق كشف عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. المخطط الذي سيمتد ل4 سنوات مدعوم بميزانية تناهز 580 مليون دولار، تمويل ضخم سيسمح بمضاعفة سعة النقل الجوي وتعزيز الترويج والتسويق وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة. سيساهم هذا المشروع أيضا في توفير 200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق ما يزيد على 11 مليار دولار كعائدات سنوية. وقد عمل الجهاز التنفيذي على إشراك مختلف القطاعات الحكومية في الخطة لتحقيق أكثر النتائج فعالية، ويشمل ذلك وزارات الداخلية والسياحة والنقل والاقتصاد إلى جانب القطاع الخاص الممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة. وعانى القطاع السياحي المغربي منذ بداية سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق العام الماضي انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود وتمكن من استقطاب 11 مليون سائح. ويعد قطاع السياحة في المغرب أحد محركات العجلة الاقتصادية في البلاد، فهو يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادي إدريس الفينة. أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغربية. برأيك يعني المبلغ المرصود هل هو كافي؟ هو مبلغ كبير لكن على 3 سنوات، هل هو كافي؟ وفعلا القطاعات التي ذكرناها في التقرير هي القطاعات التي يجب دعمها والتركيز عليها أم أن هناك قطاعات أخرى؟ بالفعل المغرب يراهن كثيرا على قطاع السياحة لأنه قطاع وازن في الاقتصاد، له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، فهو محرك يعني لقطاعات أخرى مرتبطة بقطاع السياحة كالنقل كالمطاعم فنادق الصناعة التقليدية قطاعات الثقافة، هي كلها مرتبطة، وبالتالي فقطاع السياحة هو قطاع وازن داخل المنظومة الاقتصادية المغربية. لهذا هناك دائما تتبع لهذا القطاع، وجاءت ورقة طريق هذه الجديدة من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لهذا القطاع في ظل أزمة يعني عالمية يحاول المغرب أن يستفيد منها، لأنه يقدم عرضا سياحيا متميزا. بطبيعة الحال هذا المبلغ هل هو كافي أم غير كافي؟ بطبيعة الحال هذا مرتبط بمدى سنقوم يعني أين سيوظف هذه الميزانية ديال 6.1 مليار درهم. المغرب أو ما تم الإعلان عنه في خطة الطريق، هناك محاور عدة سيتم الرهان عليها، منها تنويع وعصرنة العرض السياحي المغربي، عصرنة الحظيرة السياحية لأن جزء منها أصبح مرتهلا في عدد من المدن، يعني تطوير كل ما هو تنشيط وترفيه ثقافي وسياحي، تطوير بعض العروض سياحية جديدة كالسياحة الجبلية، السياحة الصحراوية، سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات، هذه كلها يعني محاور الشغال، وكذلك تطوير جيل جديد من المقاولات السياحية، هذا كذلك يراهن عليها هذا البرنامج، وكذلك تطوير اليد العاملة التي تشتغل على مستوى هذا المجال. طيب سيد إدريس، السياحة نفسها بعد كورونا وفي الفترة الأخيرة بدأت حتى تتغير في هويتها، في المطالب التي يبحث عنها السائح، في طريقة التعامل معه. ليس كل شيء آثار ولا يعني بازارات أو شيء من هذا القبيل هنا.
كما ذكرت حضرتك يعني سياحة رجال أعمال الطبية وغير هذا. هل المغرب مركز على هذه الأمور مستقبلا، أم يعني سيكتفي بما لديه أصلا من موارد كبيرة لكن تقليدية؟ بالفعل السياحة المغربية تبقى محصورة، والرهان اليوم لأن هناك كما نعلم برامج جهوية متنوعة. كل الجهات اليوم عندها برامج سياحية محددة مرتبطة بنوعية الخصوصيات التي تجد فيها. نعلم بأن المغرب يتوفر على أقطاب سياحية متميزة كمراكش وأكادير وهي علامات دولية. هناك طنجة كذلك متميزة على مستوى السياحة. فاس لها عرض سياحي ثقافي. الدار البيضاء كل ما هو مرتبط بالمؤتمرات ورجال الأعمال. إذا عروض المغرب السياحية ستتطور مع البرامج الجهوية التي توفر عليها مجالس الجهات. هناك كذلك عروض على مستوى الصحراء وخصوصية الصحراء. على مستوى الصحراء هناك كل ما هو رياضة صحراوية، رمال. هناك كذلك كما قلت السياحة الجبلية والقروية، وهي الآن يعني الحكومة تريد أن تراهن وتطورها وتعطي دعما لكل من يساهم في تطوير هذا النوع من السياحات. طيب في 30 ثانية أستاذ إدريس، هل ممكن أخذ النتائج من أول سنة أم الانتظار لنهاية ال3 سنوات باختصار؟ نعم، الأرقام أظهرت هذه السنة الماضية أن هناك يعني الجسم السياحي استرجع عافيته بسرعة. أعتقد هذه السنة ستكون متميزة على المستوى السياحي، لأن هناك اشتغال كبير مع الوكالات المؤسسات الدولية السياحية لكي يتم جلب أكبر عدد من السياح للمغرب، والانتعاشات ستبدأ إن شاء الله من هذه السنة. واضح. أشكرك